كوكو البنات، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم تشاهدوا في فيديو اليوم. وبديت لكم النهار بالورد، إن شاء الله يماتكم الكل ورد، وإن شاء الله نهاركم زين ونهاركم ورد وفل وياسمين. كالعادة باش نشارك معاكم شوية من نهاري، باش نشارك معاكم شوية من الروتين متاعي، وباش نشارك معاكم زادا حاجات اشتريتهم اونلاين ووصلوني ونعطيكم رأيي فيهم، يمكن زادا يعجبوكم وتشتريوا منهم حاجات حلوين. كالعادة الفيديو هذا مصور قديم شوية، يعني الايامات اللي فاتوا، مش ما عندوش برشا تقريبا شهر التالي يمكن. ما نلقاش وقت باش نعمل مونتاج، نلقى هكا شوية وقت هكا نصور فيهم شوية، ولكن باش نعمل مونتاج ونقعد هكا يلزمني شوية وقت. بغيف هوني كيما تشوفوا وصلت ولدي للقرايه وتعديت الصال دي سبور. ما عنديش برشا سمن، نقصت بالقدال على المرات الاخرين، نقصت هيك شويه كيلوات. اما لكن ضعفتك الضعف اللي انا ما يعجبنيش، ما لقيت نتيجه ما كنتش فرحانه بها. خاطر اذا كان نضعفوا واللحم يبدا مرخوف تبدا حاجه خايبه على الاخر، هيك علاش اخترت اني ندخل صال دي سبور. كما تعرفوا الطقس بارد وما نجمش نخرج نجري لبرا ولا نمشي لبرا، الطقس بارد برشا عنا. وزيد في صال دي سبور نتشجعوا اكثر وما نبخلوش على السبور. اللي حبيت نقولكم اذا كان باش تعملوا ريجيم ولا باش نقصوا الماكله يلزمكم معاه سبور. مش لازم حتى في صال دي سبور، تنجموا حتى تعملوها عاده في نهاركم، المشي ولا تجريوا شويه. وهوني بعد ما كملت ودوشت غادي هكا، حتى شعري واقف، شيحت شعري وكا هو غادي. روحت لقيت الكردونه متاع الحاجات اللي خذيتهم اونلاين ووصلوني اليوم. ما يقعدوش برشا، راكم تعرفوا اللي زالندو ما يطولش برشا باش توصلكم الحاجه، تقريبا في نهارين، نهار ونص وتوصلكم الحاجه. اول حاجه حليتها، لقيت الورقه هذه اللي تبدا فيها اذا كان تحبوا تبدلوا الحاجه ولا تحبوا يعني ما تجيش قدكم ولا حاجه، تنجموا بالورقه ذيك تتبعوا الحاجات اللي الخطوات اللي تعملوهم باش ترجعوا ولا تبدلوا ولا حاجه. وخديت هذوما الزوز اللي ماهمش ماركة بالطبيعة، حاجة عادية، حاجة بتاع كل يوم، أما حلوين كمنظر يعجبوني أنا لي كولور هذوما. خديت منهم قبل وتقريبا الموف هذاك هو اللي خديت منه. وعجبني معاه هذا زادة. وشوفوا النوامر متاعهم، واحد 4 وواحد 11. ما همش خايبين وما هم زادة حاجة واو، ما أما حاجة باهية تعدي روحها متاع كل يوم. كلهم عجبني وحاجة مزيانة. وشوفوا كاش يبعثوهم لكم معمولين يعني. ويبدو عاملينهم حتى في لومبالاج متاعهم ياسر حلو، يبداو مستحفظين عليهم بالكدا باش ما يتكسروش ولا حاجة. هذوما جيست حبيت نوريهم لكم على خاطر انا عجبوني برشا لي كولور نتاعهم، حبيت نوريهم لكم بلكي يعجبوكم حتى نتوما وتشريوا منهم اللي يبداو هكا. دو كولور هذوما الايامات هذوما شيخت لي عليهم في الكدا وعاجبيني هكا، علاش اول ما جاو قدامي حبيت ناخذ منهم. شوفوا كيف يبداو ياسر مزيانين، وبالطبيعة مستعملين يظهروا لكم أكثر، وكيف تستعملوهم بالطبيعة يظهروا لكم أحلى حتى من هيك. هذه أول قطعة اللي خذيت الكبوت هذا ياسر شيخ عليه، عندي أيامات وأنا نحب نشريه. اللي يبدا هكا، وأول ما يجي يبدا بالطبيعة خاطر يبدا مطبق. تعملوا هكا، تحاولوا تنفضوه شوية، وإلا أنا هذوما مثلا نعملهم بالسشوار يرجع واقفين هذومكا ويبداو ياسر مزيانين. واللي يجي هكا حطيت لكم الفوطو نتاعو الفوق، يجي هكا. وشوفوا كيفاه باش يستحفظوا على الحاجات، كيفاه يبعثوهم. بصراحة والله يعطيهم الصحة في كل شيء، في اللومبالاج، في الكاليتي، في كل شيء. شوفوا هذوما كيفاه يغطيوهم باش ما يضربوش في بعضهم ولا تتجرح هذيك ولا حاجة، باش توصل للكليون حاجة مزيانة على الاخر، وحاجة كيما يبعثوها هما كيما توصل. وهوني حبيت نلبسو ونوريه لكم كيفاه. مزيان على الاخر، الطول نتاعو ماهوش طويل برشا، وكما تشوفوا فيه في الفوتو نفس الطول ونفس الكولور. غير شيفوني على خاطر من الضوء ولا كيفاه، يعني ظهر لكم متبدل شويه اللون نتاعو، ظهر لي اللي في الفوتو اغمق.
لكن هما راهم كيف كيف نفسه، أما بالضوء بحكم أنا قريبة هيك شوية للكاميرا والكل هكا علاش يظهر مبدل شوية الكولور. وشوفوا يجي هكا ياسر حلو. التاي زادا بالضبط يعني صحيح، خذيت الام وجاني كيما حبيت عليه بالضبط. وهما اصلا اذا كان حاجه مش تجيكم هكا كبيره شويه ولا حاجه، يعني يكتبوا لكم انكم تاخذوا تاي اصغر شويه. هذا جاني بالضبط، مش كاتبين عليه حتى شيء، يعني تاخذ الميزوره نتاعك تجيك كيما تحب عليها بالضبط وتجيك قد قد. وملبوس ياسر مزيان، تنجموا تقفلوه ولا تخلوه محلول. حبيت هوني نوريكم، واذا كان تحبوا تنحيوا هذا راهم بالقفالي معناها تنحيوهم وتخليوه سامبل هكا كما وريتكم في الفوتو هذيك اللي حطيت لكم غادي. زاد حتى ذي منحيه يجي حلو، ونبدلوا هكا ساعه ساعه، مره ركبوها مره نحيوها. وهذا باعتينه بومبلاج خاص، ماهوش كيما الاخر هذا. زاد حطيت لكم الفوتو نتاعو الفوق. وهذا شوفوا قداش محافظين عليه، معناها باعتينه بالبلاستيك ترانسبارون نتاعو بالسنتر نتاعو، يعني باعتينه امبلاج مش كيما الاخر. حتى السنتر باعتينه فيه هذا كاليتي ياسر تقتل ومزيانه، هذا بالحق توب توب توب. الفرق ما بيناتهم انهم واحد القماش متاعو خشين اللي هو هذا، القماش متاعو واقف ومزيان على الاخر. وهذا زاد طويل على الاخر، يعني هذا يجيكم طويل اطول من الاخر قصير وهذا طويل. وهذا اغمق حتى في الكولور متاعو، ما يظهرش فيردي، يعني يظهر حبيت ناخذ نوار اما ما لقيتش في الطاي ام، خفت من ال وخفت من الاس خاطر هما في تحت الفوتو متاع هذا، تحت التصويره متاع هذا حاطين ان يلزمنا ناخذ طاي اصغر، خاطر هو واسع شويه يعني اكبر شويه من الطاي متاعو. هوني نحيت له باش نوريكم كيفاه يبدا. ولكن انا خفت من الاس، خفت يجيني صغير، خذيت ام، يعني ما مشيتش بالكلام نتاعهم. بون جاني واسع شويه مش برشا، اما ما يقلقش وما يظهرش اصلا اللي هو واسع. اللي يجي هكا ويجي من داخل هكا ياسر يدفي وياسر مزيان، وكاليتي نتاعو حاسيلو ما نحكي لكمش، هذا شخت عليه بالباهي بالباهي. اصلا هما حتى في السوم نتاعهم ما همش كيف كيف. شوفوا هوني شنو يبعثوا معاه في التيكي نتاعو هكا. يبعثوا لكم معاه الحاجات اللي تابعينه. وهذه الام خذيت طاي ام، اما قلت كان خذيت اس خير يمكن يجيني بالضبط، خاطر الام الاخر خذيته وجاني بالضبط، يعني جا قدي جا الميزوره متاعي صحيحه. اما هذا جاني واسع شويه وكهو، يعني ما يقلقش نجم نلبس تحته حاجه خشينه شويه هيك ويجيني بالضبط، خاطر مش واسع برشا. بعثين معاه هذه اللي تبدا هكا، بصراحه عندهم حاجات ياسر مزيانين، وحتى كان باش في صوره ما هكا تتقطع لكم القفله ولا حاجه تنجموا تستعملوا متاعو. بعثين معاه هذه اللي تجي من القدام، وهذه متاع الكابوش كما تشوفوا. باش هكا ولا هكا للاحتياط وكهو. ولو اني انا عمري ما خديت القفالي هذوما، وعمري ما استعملتهم، ديما يقعدوا لين يتلوحوا. اي حاجه نشريها عمرها ما تقطعت لي قفله. اسيغتو من زالاندو هيك، عمري ما نذكرش روحي هيك خديت حاجه وتقطعت لها القفله ولا السلسله ولا حاجه. بصراحه سلعتهم توب. هذا رايي. بالطبيعه ما نعرفش انتم يعني كانكم مجربينه. ويبدا ملبوس هكا ياسر مضخم ياسر مزيان. وحتى البنات اللي لابسين الحجاب ويحبوا على حاجة طويلة، هذا راهو يجيكم طويل وحاجة مزيانة ومضخمة. شوفوا هذوما البوشيت نتاعو من هوني، وهوني عاملين له هذه، وحبيت نقرب نوريكم كاليتي واقفة ومزيانة. وهذه اللي عاملينها له زاده بقماش توب على الاخر. شوفوا كيفاه يبدا قماش واقف ومزيان على الاخر وهكا وملبوس. حبيت نوريكم اكثر باللي حاولت هكا باش نبعد شويه
ويظهر لكم، لكن الله غالب يعني ما ظهرش بالباهي، اما راكم شفتوا في الفوتو، يعني تنجموا تشوفوا حتى هكا في التصويره نتاعو يظهر لكم الطول نتاعو بالضبط، ويظهر لكم يعني اذا كان انتم تلبسوا الحاجات الطويل ولا تحبوا على حاجه قصيره. بالطبيعه اذا كان تحبوا على حاجه قصيره تاخذوا اللي وريته لكم في لول، عاملين فيه هذه زاده ياسر مزيانه حلوه برشا، زايده فيه النص، ومن تالي يبدا هكا. انا نحيت له الكابيش، نحيت له الفورير نتاعو، خليته هكا سامبل. هذا ملي خذيته انا مبرمجت له باش نخليه هكا سامبل. عاملين فيه الياستيك هكا على الحزام ياسر زاده حلو. كاليتي كيما قلت لكم توب على الاخر، ويجي ملبوس يجي هكا. وكما قلت لكم في اول فيديو انهم معناها يختلفوا شويه في الكولور، ويختلفوا شويه في الكاليتي وفي الفاسون حتى متاعهم. هذا بالطبيعه اللي وريته لكم من الاول. الكاليتي نتاعو كل خفيف، حاجه خفيفه يعني تنجموا تلبسوه حتى في الربيع. هذا ما يسخنش برشا كيما الاخر ياسر يسخن. هذا قماشه ارتب والفرق ما بيناتهم انهم القماش نتاعهم الاخر قماشه اخشن، هذا زاد قصير والاخر طويل. هذا قماشه خفيف، الاخر قماشه خشين. الاخر بالياستيك على الحزام، وهذا نوع هذا بالخيط هذاك اللي شفتوه من بكري. وحتى يعني الفرق ما بيناتهم في السوم نتاعهم تقريبا 10 اورو ما بيناتهم. القفالي الاخر بالقفالي، وهذا بالتكتكات كيما تشوفوا فيه، يعني بيناتهم فرق كبير. يختلفوا هكا، حبيت نقول على بعضهم. وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.